السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء الطلاب في الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله في الفيديو ده هنتناول جرامر يونت 5، جرامر الوحدة الخامسة كامل إن شاء الله. هنتناول في إيه؟ يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنتناول إزاي نتكلم عن seem to، وكمان be meant to زائد الفعل في المصدر، و be supposed to زائد الفعل في المصدر. تعالوا نمسك واحدة واحدة كده ونتكلم عنها. أول حاجة عندي seem أو seems to زائد الفعل في المصدر. طبعا احنا عارفين مادام seem و seems هنا اللي بيضاف لها الاس اللي بتيجي مع هي وشي وات، لكن seem اللي من غير الاس دي اللي بتيجي مع وي وزي ويو بيجي بعدهم to زائد الفعل في المصدر. امتى بستخدمها؟ لما اكون مش متأكدة كيف يبدو الشيء أو شخص، كيف يبدو الشيء أو الشخص. طيب seem to بتساوي اللي بيجي بعدها الفعل في المصدر، بتساوي بالظبط seem to زائد الانفينيتيف المصدر بتساوي it seems that، إنه يبدو أن، وذات دي أول ما نشوف ذات جاية يبقى على طول بعدها جملة من فعل وفاعل إيه ومفعول به، بس في الإنجليش من فاعل وفعل ومفعول به. طيب عندي هنا بيقول لي إيه؟ you seem to have lost weight، يبقى أنت إيه؟ تبدو إن أنت إيه؟ خسيت. بتساوي جملة ايه؟ خدوا بالكم هنا كانت seem to بعدها الفعل في المصدر جهاف. طب هنا it seems that هيجي بعدها جملة اهي، you أداة فاعل subject، have فعل، lost weight، يبقى انت ايه؟ تبدو ان انت ايه؟ lost weight، نقصت في الوزن. يبقى انا عندي ذات جاب بعدها جملة، لكن to جاب بعدها الفعل في المصدر. طيب هنا جاب لي you فاعل، هنا جاب على طول الفعل have في المصدر. طيب بعد كده عندي عايزة اتكلم عن be meant to زائد الفعل في المصدر. be هنا المقصود بها ايه؟ be طبعا بتيجي بشكلها اللي هو am و is و are في المضارع، و was و were في الماضي. was were اللي هم am و is، am و is في الماضي بيبقوا ايه؟ was. am و is في الماضي بيبقوا was، لكن are بتبقى في الماضي ايه؟ were. خلاص. طيب be meant to زائد الفعل في المصدر، قال لي عشان اتكلم امتى بستخدمها بقول ايه؟ غرض او الحقيقة من شيء ما. لما اجي اتكلم عن المينت يعني هذا يعني، او الغرض او الحقيقة من شيء ما. وكمان بستخدمها في ايه؟ لما اكون عايزة اتكلم عن شيء متوقع، انا بتوقع حدوث حاجة بالمعنى ده. طب او عن شيء مقصود، انا قصدي ده واتكلم عنه. طيب عندي هنا بيقول لي school is meant to be educational، يبقى المقصود او المغزى من المدرسة انها تكون ايه؟ تعليمية، حاجة تعليمية. طيب عندي ايه كمان؟ قال لي be meant to دي قال لي مجهول، ولذلك قبلها دايما ايه؟ مفعول. طيب يبقى هنا قال لي إيه هنا ممكن بتيجي ايه؟ بتيجي بمعنى مبنية للمجهول يعني، وعشان كده بيبقى دايما قبلها مفعول. طب اذا كانت الجملة معلوم فلا تسبق بفيرب تو بي، ويكون الفاعل عاديا، وبيبقى مقصود بها ايه بقى في المعنى؟ ان فلان قصد شيئا من كذا. تعالوا نشوف الامثله عشان نفهم اكتر. Alexander the Great meant Alexandria to be the capital of Egypt. يبقى المعنى واحد اسمه الكسندر اللي هو اسكندر، يعني الاسكندر الاكبر كان هدفه من الاسكندريه انها تبقى عاصمه مصر. دي كده ايه؟ ذكرت الفاعل، ذكرت الكسندر اللي هو الفاعل، فهنا الجمله مبنيه ايه؟ يبقى انا هنا عندي في الجمله دي الفاعل الشخص اللي قام بالشيء مذكور، يبقى دي مبنيه للمعلوم. طب لما اجي احولها للمجهول نفس الجمله هقول ايه؟ ان الكسندريا الاسكندريه was meant to be، meant to be اللي هو قال لي هنا، قال لي لما تكون مبنيه للمجهول بيجي ايه؟ دايما مجهول، ولذلك قبلها دائما مفعول. بيجي هنا قبلها ايه؟ مفعول. فين اهي؟ الكسندريا was meant اهي، was meant. الكسندريا دي اللي هي المفعول اتذكرت قبلها. طيب قال لي واذا كانت الجمله معلوم فلا تسبق بفيرب تو بي. هنا اهي مفيش فيرب تو بي اهي، مفيش قبلها فيرب تو بي. meant اهي اهي مفيش قبلها فيرب تو بي، لكن هنا فيرب تو بي اهو. احنا قلنا فيرب تو بي بقى اللي هو عباره عن ايه؟ ما هو ام او از او ار في المضارع، ووز وير في الماضي. فهنا الذكر اهو في المبني للمجهول اهي فيرب تو بي.
طيب هنا Alexandria was meant to be the capital of Egypt. كان المقصود من الاسكندرية انها تبقى عاصمة ايه؟ مصر. طيب تعالوا بقى نشوف حاجة كمان تالتة. عايزة اتكلم عن be supposed to زائد الفعل في المصدر. برضو be هنا المقصود am او is او are في المضارع، و was او were في الماضي. طيب قال لي من المفترض، بتكلم عنها امتى؟ معناها من المفترض suppose مفترض بحاجة. طب بتكلم عنها لما يكون في إلزام أو اضطرارية، حاجة لابد منها، من المفترض ان ده يحصل. طيب وبتكلم كمان عنها لما اتكلم عن شيء او شخص يحتمل ان يتوقع ان يفعله شيء. طب بتحدث كمان عنها في الترتيبات او عن معتقدات عن شيء ما. احنا كده خلصنا الحاجات الاساسيه بتاعتنا في جزئيه الجرامر. تعالوا بقى نبدا نشوف ملاحظات زياده شويه على الموضوع. قال لي هنبدا نمسك واحده واحده. هناخد هنا كلمه مين، معاني تانية ليها. قال لي مين بتيجي بعدها ساعات الفعل في ing بيبقى معناها بتساوي كلمة involve، يعني بيشمل أو يضم involve. طيب كمان بتيجي بمين بعدها to زائد الفعل في المصدر، معناها intend to، ينوي أو يهدف أو ناوي يعمل كذا. طب مين لوحدها معناها يقصد أو يعني، بتيجي في آخر السؤال وليس بعدها to، ما بيبقاش بعدها to، خدوا بالكم مفيش to هنا بعدها، جاية لوحدها. طب means، الله ازاي وازاي means فيها اس؟ قال لي هنا means وسيلة مفرد رغم انها جمع، لكن وسيلة معناها مفرد وبها اس، والجمع به اس ولكن بدون يبقى هي اسمها means. مقصود بها ايه؟ وسيلة مفرد. طب لما اجي اجمع بقول ايه؟ بشيل واكتب means بس. طيب تعالوا كمان نشوف be not supposed to بتعبر عن ايه؟ المنع والخطر وعدم السماح، وبتيجي دايما مع النفي. it is not allowed معناها كده. يبقى verb to be اللي هو am أو is أو are في المضارع، و was أو were في الماضي، وكمان بعدين not supposed to بتساوي بالظبط it is not allowed غير مسموح به، فيها منع، فيها حظر. قال لي كمان بستخدم supposed to بمعنى قيل أو يقال، يعني كأني بتساوي كلمة be said to. طب كمان عندي كلمة seem بتيجي بمعنى، بتيجي كصفة أو بعدها الفعل like. وكمان عندي هنا ايه؟ it seems ذات، قلنا ذات أول ما أشوفها يبقى على طول بعدها جملة كاملة. طيب هنا it قبل seem بستخدم ذات دايما، it قبل seem يبقى استخدم ذات. طبعا قلنا ذات بيجي بعدها جملة. طيب إذا وجدت كلمة there أو أي كلمة أخرى نستخدم to زائد الفعل في المصدر. يبقى أنا عندي هنا زي ايه؟ there اهي، there قبل seems يبقى هنا على طول ايه؟ to be اهي there. قال لي دايما ان there بتيجي مع to، لا اما there لا اما اي كلمة اخرى تيجي معاها ايه؟ to be some water on the carpet، يعني ايه؟ بيبدو في بعض المية كده على السجادة. طب كمان عشان اوصف ايه؟ عاطفة. he doesn't seem himself these days، هو مش حاسس بنفسه اليومين دول، يبقى وصفت بيها كمان ايه؟ عاطفة. بس هو ده الجرامر بتاع يونت 5 خلصناه، وان شاء الله انتظروا نبدأ ان شاء الله في يونت 6 قريب بإذن الله. دمتم في امان الله.